الشاب ده بيكون أعمى وبيروح لشخص عشان يعزف له بيانو في بيته، لكن بيظهر إن البيت ده حصل فيه جريمة قتل وإنه شاهد على الجريمة وشكله كده مش أعمى زي ما بيقول. وهنا يبدأ فيلم النهاردة. بيبدأ الفيلم بمزارع بيحاول يصطاد أرنب. طيب إيه أهمية ده في القصة؟ هنعرف قدام. ده أكاش عازف بيانو ضرير بيحاول يحصل على الإلهام عشان يألف معزوفة جديدة. بينزل يروح شغله وطفل من الجيران بيغلس عليه شوية، وشغله بيكون إنه بيدي دروس في العزف. والبيت اللي ساكن فيه بيكون لذوي الاحتياجات وسعره قليل جدا. وبنروح لفنان قديم اسمه أناند اللي زي ما بنقول كده راحت عليه. بيفضل يتفرج على أفلامه القديمة، وسيمي مراته اللي بتكون أصغر منه في السن بكتير، لكن واضح إنهم متفاهمين وبيحبوا بعض وعلاقتهم كويسة جدا. وكمان علاقتها كويسة ببنته، بتفضل تمثل طول ما هي في البيت وهو يصورها، وبتطلب منه يخلي حد من معارفه يشوف لها شغل. وعند أكاش بتخبطه بنت اسمها صوفي بالسكوتر بتاعها، ولما بتلاقيه أعمى بتحس بالذنب قوي وبتساعده، وبتعرف منه إنه عازف بيانو، فبتجيب له شغل في مطعم والدها كعازف بالليل للزباين. وبتوصله صوفي البيت وبيفهمها إنه ما اتولدش كده، لكن حصل له حادث وهو عنده 14 سنة لما كرة من الكروكيت دخلت في عينه ففقد ساعتها بصره. ولما بيوصل البيت بيبان إنه مركب عدسات بيضة بتمنع عنه الرؤية، لكنه بيشوف عادي وبيجري يقلعها عشان يلحق يشوف صوفي. ومن اليوم ده بيقرر إنه ما يلبسش العدسات تاني عشان يعرف يشوف صوفي كويس. وبتبقى علاقته بصوفي قوية جدا، وبيبقى حابب العزف جدا عند والدها، وحابب كمان وجودها حواليه، وبيخرجوا كتير سوا. بيبقى الفنان أناند من زباين المكان اللي بيعزف فيه، وبيتعرف على أكاش وبيقول له أكاش مش معقول فناننا الكبير أناند، أنا عرفتك بس من صوتك. فالراجل بيتبسط قوي بالإطراء ده، وبيطلب منه إن هو يبقى يجي يعزف عنده في البيت لأنه عامل مفاجأة لمراته عشان عيد جوازهم. وفي البيت عند أناند ومراته سيمي بيقول لها إنه مضطر يسافر بكرة عشان عنده شغل، وطبعا هو بيكون بيكذب وبيعمل كده عشان يفاجئها بالحفلة تاني يوم. بنرجع بقى لأكاش وصوفي اللي بتوصله البيت وبيسهروا سوا، وبتغمي عينها عشان تعرف هو بيعيش ازاي، وبيكون واضح انهم وقعوا في حب بعض، وبتفضل معاه لتاني يوم وبيفطروا سوا. وبيروح بقى البيت الفنان أناند زي ما اتفقوا، لكن اللي بتفتح له بتكون مراته سيمي وبتقول له ان جوزها مش موجود، فهو بقى بيضطر يقول لها على المفاجأة بتاعة جوزها، وانه كمان اخد فلوس مقدما فلازم يعزف، فبتضطر تدخله، خصوصا ان الجارة الحشرية بتطلع وبتفضل تراقب فيهم. وبتتصل بجوزها قدامه عشان تعرفه ان أكاش هنا، وبعدها بتسأل أكاش اذا كان اعمى تماما ولا جزئيا، فبيحكي لها حكاية انه اتعمى وهو صغير عنده 14 سنة. وبيبدأ فعلا يعزف وبيكون عزفه جميل، لكنه بيلاحظ ان في شخص واقع على الارض وحواليه في دم او حاجة واقعة، فبيطلب منها تدخله الحمام. وهنا بيشوف الفنان أناند وهو واقع على الارض ومقتول، وبيدخل الحمام وما بيلحقش يا عيني يجمع افكاره او ياخد نفسه، لانه بيلاقي ان في شخص كمان بيستخبي في الحمام ومعاه مسدس، فبيتصرف عادي جدا. وبنرجع فلاش باك وبنشوف الفنان أناند جايب هدية وورد ومشروب عشان يفاجئ مراته، لكنها هي بتفاجئه بانها بتخونه. بيلاقي مسدس عشاها على الترابيزه فبياخده، وساعتها بتحصل الجريمه. وبنرجع لأكاش اللي بيكمل عزف عادي، وسيمي وعشيقها بينظفوا مسرح الجريمه وبيحطوا كمان الجثه في شنطه سفر. وبعدها بتمثل سيمي ان جوزها أناند جه، وبتشغل فويس قديم بصوته، وقال يعني هو مضطر يمشي تاني عشان عنده مشوار. فبتقول لأكاش معلش بقى الفنان مشغول، وبتمشيه. بعدها أكاش بينزل الشارع بيحاول يجمع افكاره، وبيطلب من بائعة يا نصيب انها تجيب له تاكسي بسرعه، وبيطلب من التاكسي يوديه اسم الشرطه. وفي الاسم بيقول للمحقق انا جاي اشهد بجريمه قتل، فبينادي المحقق رئيسه، والمفاجاه انه عشيق سيمي هو اصلا رئيس القسم. فبيترعب أكاش وبيغير كلامه وبيقول انه جاي عشان جريمه قتل قطه. فالضابط القاتل بيقول له انا هاجي احقق معاك. وفي الطريق بره الاسم بيقابل الضابط زوجته، واللي بيكون واضح ان شخصيتها قويه، وطبعا ما تعرفش ان جوزها بيغفلها وبيخونها. بيوصل الضابط لبيت أكاش، وبيفضل الضابط يختبر فعلا اذا كان أكاش اعمى ولا بيمثل، لدرجه انه بيرمي عليه سكينه، لكن أكاش بيبقى ثباته الانفعالي فظيع، وبيفضل كده لحد ما بتيجي قطته. فبيشكر أكاش الضابط، وبيضطر وقتها الضابط انه يمشي. وبالليل في المطعم بيعزف أكاش بتوتر، وبتوصل سيمي وبتمثل انها مستنيه جوزها عشان ذكرى جوازهم. وبتلاحظ ان صوفي مهتمه بأكاش، وبتفضل صوفي طول الليل مستنيه في المطعم لحد ما الاخبار بتنشر خبر وفاه الفنان أناند اللي لقوه في عربيته متعرض لاطلاق ناري، وبيتقال انها جريمه سرقه لانه كان معاه 10 مليون روبيه حسب اقوال زوجته. والضابط القاتل بيرمي ساعه الفنان في حمام قهوه، ولما بيلاقيها شخص هناك بيتقبض عليه، وبيفضل الضابط يعذبه عشان يعترف بالجريمه ويلفقها له. وبيكون الضابط هو نفسه اللي بيحقق في جريمه قتل الفنان. وبيجيبوا أكاش يشهد باللي يعرفه قدام سيمي وبنت الفنان، فبيقول لهم ان سيمي والضابط هم اللي قتلوه، وانه اصلا بيشوف وبيخدعهم كلهم، لكن ده طبعا بيكون في خياله بس. وبيشهد انه كان في شقه الفنان
الفنان وسمع صوته هو وزوجته انه عزف عادي ومشي. وفي حفل تأبين الفنان بيعزف أكاش وبتقول سيمي كلام مؤثر جدا عن موت جوزها، لكن الجارة العجوز الفضولية بتقول للمحقق الكلام اللي بتقوله سيمي ده كده، ان يعني أكاش جه وبعده وصل جوزها وبعده جوزها اضطر ينزل. بتقول ان اللي وصلوا كانوا 3 أشخاص، واحد هي ما تعرفوش بعضلات كده، وبعدين الزوج، وبعدين جه أكاش العازف. ولما المحامي بيسأل سيمي عن الكلام ده بتعرف تتهرب منه، وبتطلب بنت الفنان من أكاش انه يعلمها اغاني والدها المفضله. وبعدها في بيت الضابط القاتل بيروح للمحقق لان الضابط ده رئيسه، وبيقول له طبعا على اخر المجريات، وبيقول له ان بتجيلنا مكالمات كتير عن الحادثه لان الفنان طبعا مشهور. تحدى واحد في المكالمات قال ان انت القاتل، فبيسرق، ومراته المغفله بتقعد تطبل له وتقول ده اكيد حد حاقد عليه وغيران من نجاحه، وان اكيد سيمي دي عندها عشيق واتجوزت الفنان لانها طمعانه في فلوسه. فبيقول لها المحقق تصدقي عندك حق، ده حتى الجاره العجوز بتاعتهم لمحت لي كده فعلا. وهنا جوزها بيكون مرعوب من اللي بيسمعه، وعند سيمي بتروح للجاره بتمثل عليها انها تعبانه ودايخه ومحتاجه مساعده، لحد ما بترمي الجاره من الشباك على دخله أكاش المنحوس اللي بيبقى كده شهد على جريمتين قتل، وهو اصلا كان جاي عشان يدي بنت الفنان دروس في البيانو زي ما اتفقوا. والجاره لانها كبيره في السن بتتقفل القضيه ان توازنها بس اختل فسقطت ووقعت، وبيكون برضو الضابط الخاين هو اللي بيحقق في الجريمه دي فبيقفلها. وأكاش بقى بيرجع البيت وهو منهار من اللي بيشوفه، وبيكلم صوفي حبيبته عشان تجيله لانه بيبقى عايز يعترف لها بكل الحقيقه. لكن الطفل ابن الجيران السئيل بيبقى حاسس من مراقبته لأكاش انه بيشوف، فبيجيب تليفونه وبيربطه في عصايه طويله عشان يصور أكاش وهو في بيته. وبيرن الجرس عند أكاش لكنها بتكون سيمي مش صوفي جايبه الأكاش الكعك اللي بيتوزع في الجنازات عندهم وبتشكره يعني وبتطمن عليه. بيروح أكاش يجيب لها حاجه تشربها وبيرجع يلاقيها لابسه كده، لكن ثباته الانفعالي بيكون عالي جدا لحد ما بيلاقيها بتحط له حاجه في القهوه بتاعته، فبيعمل ان القهوه وقعت منه. فبترفع سيمي في وش المسدس وبتقول له انا كنت عارفه انك بتمثل. فهو بيفضل يعتذر لها وبيعترف انه فعلا مش اعمى، لكن المسدس اساسا كان مزيف وهي وقعته في شر اعماله. وبيفهمها بقى انه فنان وانه كان عامل تجربه العمى دي عشان يجيله الالهام، وهو اصلا هيسافر لندن قريب فما فيش منه خطر. لكن فجاه بيلاقي نفسه دايخ وبيقع لانها كانت حطت له مخدر في الكعك. وبتوصل صوفي والطفل ابن الجيران بيوريها الفيديو اللي صوره الأكاش وهو في بيته وكان عادي مش اعمى. فبتروح له بقى وهي متعصبه وبتفضل تدب على الجرس لحد ما بتطلع لها سيمي وهي في وضع يشككها ان أكاش بيخونها. فبتسيب سيمي وتدخل لأكاش اللي بيكون في عالم تاني بسبب المخدر. وسيمي بتمثل عليها ان أكاش استغل وحدتها وضعفها بعد موت جوزها، وان هي اصلا كانت جايه له عشان يواسيها. فبتقول لها صوفي ان أكاش ده اصلا واحد مخادع وانه اصلا مش اعمى وابن الجيران فضحه. وبتمشي صوفي وتسيبهم. ولما بيفوق أكاش بيلاقي نفسه اتعمى بجد، وبتقول له سيمي كده لو قلت لحد على اللي شفته مش هيصدقك، ركز بقى على الموسيقى والفن بتاعك. وبتسيبه وبتمشي وبتاخد التليفون من الطفل ابن الجيران وبتضحك عليه وبتمسح الفيديو اللي صوره الأكاش. ولما أكاش بيتكلم صوفي يشرح لها موقفه وبتهزق وما بتدلوش فرصه يحكي اي حاجه. بيقعد بقى منهار بعد ما خسر كل حاجه. وعند سيمي بتتخانق هي وعشيقها لانها عمت أكاش وكان المفروض تقتله، يا على طيبه قلبك. فبيروح الضابط بقى هو الأكاش وبيحاول يقتله، لكن أكاش بيحاول يخبطه باي حاجه ويهرب منه للشارع. وبيفضل بقى في الشارع ينده على اي حد يساعده ويخبط على كل الابواب لحد ما بيقف في نص الطريق وفي حاجه بتخبطه. وبيصحى تاني يوم وبيلاقي نفسه سليم وفي المستشفى. وبيعرف ان بياعة اليانصيب وجوزها سائق العربه هم اللي لقوه وجابوه هنا. بيفضل يتحايل عليهم وعلى الدكتور انهم ياخدوه لاخصائي عيون لانه مش شايف حاجه. فبيحاولوا يهدوه ويهتموا بيه وبياكلوه كمان، وبرغم انهم ناس بسيطه لكنهم بيكرموه جدا وبيحس بالدفى وبالامان معاهم، خصوصا انه ملوش لا قريب ولا غريب ولا صاحب حتى يسال عنه. لحد ما بنكتشف ان الناس الطيبه دي تجار اعضاء وناويين ياخدوا الكليتين بتوعه ويرموه على اي سكه قطع الكليتين حتى مش كليه واحده. وبيدخلوا عليه والدكتور بيقول له انه بس هيكشف عليه لحد ما دكتور العيون ما يجي، لكنه بيكون حاسس ان في حاجه غلط لان المستشفى دي ما سمعش فيها حس اي حد غيره. وبيسمعهم كمان بيتكلموا عن عمليه، فبيقول لهم عمليه ايه وبيحاول يمشي. فبيمسكوه يكتفوه كويس عشان يدوا له حقنه تهديه. بيفهم بقى أكاش اللي فيها وبيقول لهم انا هديكم 10 مليون بس سيبوني، وحياه الاله اللي انت وشماه على دراعك يا بتاعه اليانصيب انما ما اكدبش عليكي. لكنه بيتخدر. لكن البائع بتستغرب هو ازاي عرف ان على ايديها وش، وبيسيبوه فعلا عشان يعرفوا منه القصه. وبيفوق تاني يوم وهو مش مصدق انه سليم وكمان عايش. وفي البدايه بيوصف للبائعه شكلها بالظبط وبيوصف كمان شكل جوزها، وبيقول لهم انه هيخليهم يكسبوا دهب وبيتفق معاهم على خطه. وعند سيمي بترجع بيتها تلاقي أكاش قاعد مع بنت جوزها بيعلمها العزف ومستنيها. فبتخرج بقى معاه سيمي بحجه انها توصله عشان تشوفه عايز ايه. وقبل ما بتركب العربيه بتاعتها بتكلم الضابط عشقها وبيتفقوا انهم يستدرجوه لمكان معين
ويقتلوه. ولما بتركب مع أكاش بيقول لها إنه عايز 1,000,000 روبية عشان يعمل عملية لعينه، وبعدها هيسافر لندن ومش هتشوفه تاني، لكنها بتفضل تاخده على قد عقله لحد ما بتلاقي عربة بتاعة العصابة وقفت قدامها، وهي طبعا ما بتكونش عارفة حاجة ولسه هتزعق لهم. لقيت أكاش بيكتم نفسها وبيخطفها، وعنده الضابط الخاين ومراته بيجي لها اتصال من أكاش إن جوزها كان بيخونها مع سيمي وإنهم قتلوا الفنان سوا، وعشان يسكتوا ما يفضحهمش في الصحافة لازم تجيب له 10,000,000 روبية. فبتتجنن بقى الزوجة على جوزها وبتهدده بالنار وبتقول له بعلسك في اليوم ب14 بيضة عشان تروح لها في الآخر، ده انت نهارك اسود. وهو بيحاول يهديها وهو مستخبي ومرعوب منها، وبيقول لها ان سيمي اصلا ضحكت عليه وانها هي بس اللي في القلب. وفي الوقت ده بيجي له اتصال من المحقق المساعد ان سيمي انتحرت لانهم لقوا عربيتها ومتعلقاتها عند نهر وهي ملهاش وجود. فلما بتسمع كده مراته بتهدى عليه، وعند سيمي بيبقى أكاش والعصابة خاطفينها وبيهددوها يبيعوا اعضائها وهو ياخد القرنية بتاعتها لو ما اديتهمش 10 مليون. فبتحاول تخضع العصابة وتاخدهم في صفها هي، وبتعترف انها ما قتلتش جوزها، هي بس خانته والقتل كان بالخطأ. اما جارتها فهي قتلتها مضطرة عشان ما تفتنش عليهم، فبيكونوا اصلا بيسجلوا لها كل الكلام ده. ويتفق بقى أكاش مع العصابة انهم يستدرجوا الضابط ويعملوا له كمين، وبيكلموا مرات الضابط عشان تبعت لهم جوزها بالفلوس، لكنها بتديله المسدس وبتقول له نظف الفوضى دي. وعند أكاش العصابة بيخضعوه بيربطوه هو كمان وبيرموه جنب سيمي اللي بتموت من الضحك عليه وبتكون شمتانة فيه، وبتقول له ان الضابط لما يوصل هيخلص عليكم كلكم. فبيقول لها وانت فاكرة انه يعني هيسيبك؟ انت اصلا بقيتي دلوقتي عبء عليه. فبتحس ان عنده حق وبتقول له لازم نفك بعض عشان نعرف نطلع من هنا، بالشكل ده هم هيخلصوا علينا احنا الاثنين. وعند الضابط بيوصل مبنى مهجور، بتكون البائعة وسائق العربة مستنيينه فيه، وبيسيب الفلوس في المصعد زي ما اتفقوا، لكنه بيطلع جري على السلم وبيمسك في سائق العربة وبيطعنه في رقبته. وبتكون زوجته على الخط وبتسمع كل حاجة، وبينزل لها بقى الضابط في الاسانسير فبتفصل الكهرباء عشان يتعطل بيه، وفعلا بتحبسه في الاسانسير. وعند أكاش بتفك سيمي ربطة ايده وبيفضل يدور على اي مخرج، فبتقول له طب شيل الغمام اللي على عيني على الاقل عشان اساعدك. فبيعمل كده وبتخدعه عشان تفك نفسها، وبتعمل كده فعلا وبتهاجمه بنت الغدارة بتبقى خلاص هتموته لحد ما الدكتور ما بيوصل. فبتضرب بقى الدكتور وبتبقى هتنهي عليه هو كمان، لكن أكاش بيقدر يمسكها لحد ما الدكتور ما بيخدرها وبيخلصوا بقى من اذيتها. وعند بائعة اليانصيب وجوزها بعد ما بتاخده على المشفى بتقول لها الطبيبة انه للاسف اتوفى. فبتتجنن وبتفضل تطلع في الفلوس اللي اخدوها من الضابط وتديها للدكتور عشان تنقذه، لكن اصلا الفلوس بتبقى مش حقيقية. والدكتورة بتقول لها تحبي تتبرعي باعضائه، فبتتصدم من المفارقة. بنرجع لأكاش والدكتور، بيقول الدكتور لأكاش انت انقذت حياتي وانا في المقابل مش هتخلى عنك. وبيقول له ان سيمي فصيلة دمها نادرة وهيكسبوا من بيع اعضائها ذهب، لان بنت سارع عربي محتاجة متبرع بالكبد، وقصاد ده هياخدوا $1,000,000، وكمان لو قرنيتها طبقت القرنية بتاعته فهياخدها غير نصيبه في الفلوس. وبعد سنتين من الموقف ده بننتقل للندن، وبتكون صوفي هناك لكنها بتصادف بوستر بيعلن عن حفل الفنان أكاش. بتدخل المكان وبتلاقيه هو فعلا، وبيكون لسه اعمى. فبتقول له انت جاي تخدع الناس هنا كمان؟ يقول لها دي قصة طويلة، وبيحكي لها ايه اللي حصل. وبنرجع لمشهده مع الدكتور وهم في العربية، والدكتور بيقنعهم ببيع اعضاء سيمي، لكنه ما بيكونش موافق على الجريمة دي لان خطته من البداية انه ياخد منها هي والضابط فلوس يديها للعصابة عشان يسيبوه في حاله، وبعدها يسجل اعترافها بجريمتها ويودي الاعتراف للشرطة وخلاص. لكن في الوقت ده بتكون سيمي فاقت وعاملة صوت في شنطة العربية اللي حابسينها فيها، فبينزل الدكتور عشان يخدرها تاني لكنها بتقتله وبتركب مكان العربية وبتسوق من غير ما أكاش ما ياخد باله. بيفضل هو يكمل كلامه للدكتور وبيقول له حرام نموتها وناخد أعضائها، خلي العدالة تاخد مجراها. فبتوقف سيمي العربية وبتقول له انزل، وهو بينزل وهو مش فاهم حاجة، وبتسوق بقى العربية وبعدها بترجع له تاني عشان تخبطه بيها. وهنا بنرجع لمشهد الأرنب اللي كان في أول الفيلم وهو بيهرب من الصياد، وبتخبط الأرنب في عربية سيمي فبتعمل حادثة والعربية بتتقلب بيها وبتقع في شر أعمالها وبتموت. وبيكمل لصوفي بقى إنه فضل على الطريق لحد ما في باص جه واخده. بتتأثر صوفي باللي حصل له وبتقول له كان لازم تسمع كلام الدكتور وتاخد عينها، دي ست شريرة وأذت ناس كتير. فبيبتسم لها بأسى كده وبيسيبها وبيمشي. هو ماشي بالعصاية بتاعته اللي على شكل أرنب بيشوط بيها علبة كنز واقعة. فواضح إنه كالعادة بيضحك على صوفي، من الجزء الأخير اللي حكاه كان كله كده، وإنه غالبا أخذ قرنيتها فعلا وقسم الفلوس مع الدكتور. وانتوا بقى تفتكروا إيه اللي حصل؟ وبس كده، أنا هاجر ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو دعموني باشتراك ولايك وتعليق ورشحوني لأصحابكم، ولو عندكم أفلام عايزيني ألخصها اكتبوها لي في الكومنتات. سلام.